خرج يوسف كأمر الملاك، وخرجت معه سيدة الكل، تمتطي حمارا وتحمل على ذراعيها الرب يسوع، ويوسف بجانبهما يقود الحمار. وقد صحبتهم أيضا سلومة التي تعرف أيضا في الإنجيل بأم ابني زبدي. خرج يوسف من أرض فلسطين متجها صوب مصر، ولم يكن يعلم إلى أين يمضي فيها، فكان في ذلك شبيها بأبينا إبراهيم الخليل الذي أطاع أمر الرب وترك أرضه وعشيرته وخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. دخل المسيح الرب أرضنا الطاهرة على ذراعي أم النور، فتباركت بقدومه بلادنا، وتم بذلك قول الوحي الإلهي: وحي من جهة مصر، وذا الرب راكب على سحابة سريعة، ويدخل مصر فترتجف أوثان مصر من وجهه، ويذوب قلب مصر في داخلها. وقال الآباء إن السحابة التي ركبها الرب في قدومه إلى مصر هي مريم العذراء، لأن مريم هي في بياض السحابة وطهارتها، وفي خفتها ورقتها وسموها ورفعتها. وأما أن أوثان مصر قد ارتجفت من هيبة الرب وجلال ألوهته، فهذا ما جرى فعلا كما يروي المؤرخون أن الأصنام كانت تتكسر لدى ظهوره أمامها، والبراري أقصرت من شياطينها. لذلك ذابت قلوب المصريين خوفا وهلعا ودهشة وفزعا، وهذا هو سر إيمان البعض منهم والكره والعداوة في بعضهم الآخر، فحلت على الأولين بركته وعلى الآخرين هيبته. ويقول المؤرخ كالاديوس من رجال القرن الرابع للميلاد أنه ذهب بنفسه إلى إقليم الصعيد في منطقة الإشمونيين، حيث ذهب مخلصنا مع مريم ويوسف إتماما لكلمة إشعياء الذي قاله: وذا الرب يركب على سحابة سريعة ويدخل مصر. وقد رأينا أيضا هناك بيت الأوثان، حيث سقطت جميع الأوثان التي فيه على وجوهها عندما دخل مخلصنا المدينة. وتعين الكنيسة لذكرى دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة أرض مصر في 24 من شهر بشمس، ويعتبر هذا العيد بين أعيادنا السيدية الصغرى. وتتغنى الكنيسة المقدسة لهذه الذكرى العظيمة مشيدة بالبركات التي حلت ببلادنا والشرف الذي خلعته عليها هذه الزيارة المباركة وهذا الدخول الشريف لأرضنا الطاهرة. جاء في دوكسولوجية اليوم 24 من بشمس: افرحي وتهللي يا مصر وكل بنيها وكل تخومها، فإنه قد أتى إليك محب البشر الكائن قبل كل الظهور. رحلة العائلة المقدسة. تدلنا المصادر التاريخية على أن هناك 3 طرق على الأقل يمكن أن يسلكها المسافر من فلسطين إلى مصر، لكن مصادرنا الكنسية ومنها ميمر البابا تيوفيلوس 23 من بابوات الإسكندرية، ومنها السلكسار القبطي تحت اليوم 24 من شهر بشمس، وكتب أخرى تقودنا إلى الاعتقاد بأن العائلة المقدسة سلكت طريقا آخر خاصا بها يختلف عن الطرق ال3 المعروفة في ذلك الزمان، والتي حدثنا عنها كتاب سياحة أنطونينوس وكتاب سياحة فيوتينجر. ونحن نعتقد أنه كان لابد للعائلة المقدسة وهي هاربة من شر هيرودس أن لا تسلك نفس الطريق المعروف، وإنما قادها الرب وملاكه إلى طريق جديد، هو الطريق الذي ذكره السلكسار القبطي أخذا عن رؤية البابا تيوفيلوس التي سجلها في ميمره المعروف. هذه الرؤية التي ظهرت فيها السيدة العذراء للبابا وروت له بناء على طلبه تفاصيل الرحلة المباركة من فلسطين إلى مصر وبالعكس. دخلت العائلة المقدسة مصر عن طريق صحراء سيناء من جهة الفرمة،
وهي كلوزيوم الواقعة بين مدينتي العريش وبورسعيد. وأتوا أولا إلى مدينة بسطة التي صارت اليوم تل بسطة بالقرب من الزقازيق، وهناك أنبع المسيح عين الماء الذي يشفي كل مريض. وقد سقطت أصنام المدينة أمام جلال الرب يسوع، لذلك لم يقبل الكهنة وأهل المدينة إقامة العائلة المقدسة في مدينتهم، وأساءوا معاملتها، فنزحت إلى إحدى ضواحيها بإرشاد رجل طيب من أهل بسطة، وهناك وجدوا شجرة فمكثوا عندها أياما، وأنبع الطفل الإلهي نبع ماء، وهناك أحمته العذراء وغسلت ملابسه، لذلك سمي هذا المكان بالمحمة أي مكان الاستحمام، وتسمى الآن مسترد. وأما في كتب الطقس القبطي فتسمى إدجوكين. وقد بنيت فيما بعد كنيسة في هذا المكان باسم العذراء في سنة 901 للشهداء أو 1185 ميلادية، يحتفل بعيد تكريسها في اليوم الثامن من شهر البارون القبطي. وورد أيضا ذكرها في دوكسولوجية اليوم 24 من بشمس. وقد رجعت العائلة المقدسة إلى المحمة مرة أخرى في طريق عودتها إلى الأراضي المقدسة. تقول الدوكسولوجية: وعندما عاد ربنا إلى المحلة أنبع نبع ماء، وهو لا يزال موجودا إلى هذا اليوم في ذلك المكان، يشفي كل من يستعمله، فينال بركة العذراء أم مخلصنا وكلية القداسة وبركة الكنيسة التي بنيت على اسمها. ومن المحمة رحلوا إلى بلبيس، وفي بلبيس أقام المسيح ابن الأرملة من الموت. ويروي التقليد المحلي أن في بلبيس شجرة استظلت تحتها العائلة المقدسة، ولذلك صارت تسمى بشجرة العذراء مريم. يدلها المسيحيون والمسلمون على السواء، ويدفن المسلمون من حولها أمواتهم الأعزاء تبركا بهذه الشجرة واحتراما للمكان الذي أقامت فيه العائلة المقدسة. ويرون أن عسكر نابليون بونابرت عندما مروا ببلبيس أرادوا أن يقتطعوا من هذه الشجرة خشبا يطبخون به طعاما، فلما ضربوها بالفأس أول ضربة بدأت تدمي، ارتعب العسكر ولم يجرؤوا بعد ذلك على أن يمسوها. ويقوم في هذه البقعة جامع عثمان بن الحارث الأنصاري في وسط المدينة عند ملتقى شارع الأنصار بشارع البغدادي، تذكارا لزيارة العائلة المقدسة لمدينة بلبيس. وتركوا بلبيس بعد ذلك وذهبوا إلى منية جناح، وهي منية سمنود حاليا، ومنها عبروا بطريق البحر إلى سمنود، فقابلهم أهلها وباركهم السيد المسيح، وقال لوالدته: سيكون في هذا المكان بيعة باسمك واسمي. ومن سمنود إلى البرولوس فقريت شجرة التين فالمطلع، ومن هناك عبروا الفرع الستيني للنيل إلى الجهة الغربية حيث سخى إيوس. وقد شاء الرب يسوع أن يترك فيها أثرا، فوضع قدمه على حجر فظهر عليه أثر قدمه، فسمي المكان كعب إيسوس في خاء إيسوس. ثم صاروا إلى جهة الغرب في مقابل وادي أو جبل النطرون في جنوب برية شهيد أو الإسقيط. وقد بارك الرب يسوع وأمه العذراء مريم هذا المكان، فصار فيما بعد عامرا بالأديرة وبالرهبان على اختلاف درجاته الروحانية وخدماته الملائكية. وقيل إن الصبي الإلهي قال مخاطبا أمه القديسة: اعلمي يا أمي أنه سيعيش في هذه الصحراء كثير من الرهبان والمساك والمجاهدين الروحانيين، وسيخدمون الله مثل الملائكة. ثم اتجهت العائلة المقدسة إلى عين شمس، إلى المكان المعروف حاليا بالمطرية، واستظلوا تحت شجرة تعرف إلى اليوم بشجرة مريم العذراء. وهناك أنبع الرب يسوع عين ماء وشرب منه وباركه، ثم غسلت فيه العذراء ملابس الطفل وصبت غسالتها على الأرض، فأنبت الرب في تلك البقعة نباتا عطريا ذا رائحة جميلة، هو المعروف بنبات البلسم أو البلسان. يضيفونه إلى أنواع العطور والأطياب التي يصنعون منها الميرون الذي يستخدم في تثبيت المعمدين،
وفي تدشين الكنائس والهياكل والمذابح وكل أدواتها، وفي مسح الكهنة والملوك. ثم ساروا جنوبا إلى فسطاط مصر في المنطقة المعروفة ببابلون مصر القديمة، وهناك سكن المغارة التي توجد الآن بكنيسة القديس سيرجيوس المشهورة بأبي سرجة. ويبدو أنهم لم يستطيعوا البقاء في بابلون مصر إلا أياما قلائل لا تزيد عن أسبوع، نظرا لأن الأوثان هناك تحطمت بحضرة الرب يسوع وهربت منها شياطينها، الأمر الذي أثار والي السلطان فأراد قتل الصبي بعد أن تحقق أنه بسببه حدث للأصنام ما حدث. فصارت العائلة المقدسة إلى منف ثم إلى الصعيد. ويروي التقليد الشفاري أنهم أقلعوا في مركب شراع بالنيل من البقعة القائمة الآن عليها كنيسة السيدة العذراء بالمعالي، ثم جاءوا إلى بقعة شرق البهناسة تسمى إيسوس أي بيت يسوع، أقاموا فيه 4 أيام كما يروي القديس قرياقوس أسقف البهناسة في عظة له باللغة القبطية وجدت مكتوبة على ورق البريد. بعد ذلك عبروا النيل إلى شاطئه الشرقي وجاءوا إلى المنطقة المعروفة بجبل الطير. ويروي أبو المكارم أنهم وهم في النيل كادت صخرة كبيرة من الجبل أن تسقط عليهم فذعرت مريم، لكن الرب يسوع مد يده ومنع الصخرة من السقوط فامتنعت، وانطبعت كفه على الصخر، وصار الجبل يعرف أيضا بجبل الكف. والكنيسة التي بنتها فيما بعد الملكة هيلانا باسم العذراء صارت تعرف بسيدة الكف أو سيدة الكهف. ومن جبل الطير سافروا بالنيل إلى الأشمونين بمركز ملوي، وأقاموا هناك أياما قليلة عند رجل خير أحسن وفادتهم واحتمل من أجلهم متاعب جمة، فباركه الرب يسوع وأجرى الصبي الإلهي هناك آيات كثيرة، منها أن حصانا من النحاس كان يقوم في مدخل المدينة لحراستها فتحطم أمام جلال الرب. كذلك سقطت أوثان المعابد وتهشمت مما أغضب كهنة الأصنام. ومنها أن شجرة لبخ عالية كان يسكنها شيطان، ولذلك كان يتعبد لها الوثنيون، فلما اجتاز السيد المسيح بهذه الشجرة انحنت إلى الأرض وكأنها تسجد لخالقها، فكانت لفتة لها مغزاها بالنسبة للوثنيين الذين يتعبدون لها. بعد ذلك صارت لقشرتها وأوراقها وأثمارها قوة تشفي كثيرا من الأمراض. وقد جاء في بعض مخطوطاتنا أنه في الأشمونين أقام المسيح الموتى وضرب الشياطين وجعل العرف يمشون والصم يسمعون والخفص يتكلمون والبخس يطهرون، وفي كلمة واحدة إنه صنع هناك كل العجائب. ومن الأشمونين ذهبوا إلى قرية تسمى فيليس، وهي الآن بيروت الشريف، وتبعد عن الأشمونين جنوبا بنحو 20 كيلومترا، وهي أيضا على الضفة اليسرى للنيل. وأقاموا في هذه القرية أياما ثم اتجهوا إلى القوصية القديمة وكانت تسمى مدينة قسطام، فلم يرحب أهلها بهم وطردوهم، وذلك عندما رأوا معبودهم سقط وتحطم أمام جلال الرب يسوع. فهربت العائلة المقدسة إلى قرية ميرا، وهي الآن مير، ومنها إلى جبل قسطام حيث يقوم الآن دير السيدة العذراء الشهير بالمحرق. العائلة المقدسة في جبل قسطام. في جبل قسطام حيث يوجد الآن دير المحرق الشيخ البار يوسف النجار بيتا صغيرا من الطوب وغطاه بأغصان النخيل، وكانت الغرفة العليا يصعد إليها بدرج. وجرت بيد الرب يسوع آيات شفاء وبركة لأهل المنطقة، فكانوا يضرعون إليه ليتباركوا منه ولينالوا الشفاء من أمراضهم والخلاص من أوجاعهم. وكان يقع بئر ماء جار، وقد بارك سيدنا في ماء هذا البئر لما شرب منها هو والسيدة العذراء ويوسف النجار، وصار كل من يرد هذه البئر ويشرب من مائها أو يستحم به
يشفى من جميع أوجاعه. وقد صار ماء البئر حلوا كماء نهر النيل لكل من يشرب منه. وفي غرب المغارة التي أصبحت كنيسة قبة منقورة في الصخر بالجبل الغربي، كانت السيدة العذراء تأوي إليها أحيانا، وصار شعب النصارى يأتون إلى هذه القبة ويتباركون منها. قصة موت يوسي. يذكر بعض المؤرخين أن رجلا من سبط يهوذا اسمه يوسي، وهو من أقارب مريم العذراء ويوسف النجار، جاء من بلاد الشام، وأمكنه بعد تعب كثير أن يصل إلى مقر العائلة المقدسة في جبل فسطاط. أتى ليبلغهم بما فعل هيرودس الملك وكيف قتل جميع أطفال بيت لحم. وإذا علم بهرب الطفل الإلهي وأمه أرسل 10 جنود وشكل عليهم الأمر بالبحث عن الطفل وأسرته والقبض عليهم أحياء والعودة بهم إلى فلسطين ليقتلهم بيديه واحدا واحدا. فلما سمعت العذراء مريم هذا الحديث الخطير انزعجت وأسرعت، فاحتضنت الطفل الإلهي وصعدت به إلى سطح الغرفة التي كانوا يقيمون فيها، وراحت تتشوف إلى هنا وهناك خشية أن يكون جند هيرودس قد اهتدوا إليهم. فطمأنها الرب يسوع ونظر إليها وقال: لا تخافي يا أمي ولا تبكي، فإن بكاءك يحزنني. إن الوقت لم يحن بعد ليسلم ابن البشر، سوف لا يعرف الجند مكاننا. وتطلع إلى يوسف النجار وإلى سالومي وقال لهما: لا تخافا. ثم وجه الخطاب إلى يوسي قائلا: يا يوسي، لقد تعبت من أجلنا كثيرا وتحملت مشاق السفر أميالا عدة، إن أجرك كبير. ثم صمت هنيهة وقال ليوسي: والآن استرح أنت، وهنا يمكنك أن ترقد. فأطاع يوسي وأخذ حجرا ووضعه تحت رأسه وأغمض عينيه، وما هي إلا فترة قصيرة حتى أسلم الروح. فنهض يوسف النجار ومعه سالومي وقام بدفن جثة يوسي بالقرب من البيت. ويروي تقليدنا الكنسي أن قبر يوسي موجود بدير المحرق، وإن كان غير ظاهر على وجه الأرض، وينص المخطوط المحفوظ بدير المحرق الذي يشتمل على طروحات وأناجيل دورة عيد الصليب المجيد حسب ترتيب دير سيداتنا العذراء المعروف بدير المحرق بجبل فسطاط، على أن يمر الكهنة والرهبان في دورة عيد الصليب المحطة التاسعة على قبر يوسي بدير المحرق، وهذا نص التعبير. ثم إنهم يتوجهون إلى قبر يوسي ويصلون أوشية الإنجيل ويقرؤون المزمور 117 والإنجيل من مرقس 6:1-6. وبحسب التسليم المستقر من شيوخ الرهبان الدير يتوجه الموكب إلى عتبة بارزة مرتفعة عن أرض الدير عند الزاوية الغربية الجنوبية من الحائط الغربي لكنيسة العذراء الأثرية من الخارج، ويقفون هناك يتلون صلوات دورة الصليب الخاصة بتلك المحطة من محطات الدورة. ويظهر أن قصة يوسي كانت آخر حدث للعائلة المقدسة في جبل فسطاط، لأن ملاك الرب ظهر هناك ليوسف في حلم وأمره بالعودة إلى فلسطين، وكان هيرودس قد مات. يقول الإنجيل: فلما مات هيرودس إذا بملاك الرب قد تراءى ليوسف في الحلم بمصر قائلا: قم فخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل، فإنه قد مات الذين يطلبون نفس الصبي. فقام وأخذ الصبي وأمه وجاء إلى أرض إسرائيل. نهض يوسف من نومه وأخبر أم النور بموت هيرودس وبأمر الملاك إليهم بالعودة، فأعدوا للرحيل عدتهم، كما أن أحس أهل المنطقة بمفارقتهم لهم، حتى أظهروا أسفا بالغا لحرمانهم من البركة العظيمة التي استمتعوا بها
طيلة مدة إقامة الطفل الإلهي وأمه بينهم. وقبل أن يغادروا البيت الذي أقاموا فيه وقتا طويلا، سألت العذراء القديسة ابنها الحبيب أن يمنح المكان الذي أواه في غربتهم بركة خاصة. فأجاب الرب سؤلها وفتح فاه قائلا: فلتدم بركة أبي الصالح والروح القدس لهذا البيت إلى الأبد. إن هذا المكان الذي ترينه يا أم القديسة ستقام فيه كنيسة، وهذا البيت يكون هيكلا مكرسا لله، يقدمون فيه للرب ذبائح ونذورا، وملاك السلامة يبارك في كل من يأتي إليه ويسجد فيه بأمانة، والذين سيقربون سيظلون ثابتين على الإيمان الأرثوذكسي إلى يوم مجيء الثاني. وكل من يأتي إلى هذا البيت بإيمان وعبادة سأمنحه مغفرة جميع خطاياه إذا اعتزم على عدم العودة إليها، وسأسلكه في عباد القديسين. وكل من كان في شدة أو مرض أو حزن أو ضيق أو هول أو خوف وأتى إلى هذا المكان المقدس وسجد فيه وصلى وطلب أمرا بحسب مشيئة الله، فإني سأقضي جميع حاجاته وأستجيب كل طلباته إكراما لاسمك الطاهر يا والدة العذراء. واعلمي يا مريم أن هذا البيت الذي نحن فيه الآن سيكون مأوى للغرباء، وسيصبح بيتا يضم رهبانا قديسين لا يستطيع حاكم على هذه الأرض أن يؤذيهم بشر، لأن هذا البيت قد صار مأوى لنا. وأي امرأة عاقل تتضرع إلي بقلب طاهر وتتذكر هذا البيت سأعطيها نسلا. وكل امرأة تتعثر في الولادة وتسألني باسمك وتطلب أتعابك معي تخلص سريعا. وكل الذين يأتون إلى هذا المكان بنذورهم وقرابينهم باسمك الطاهر فسأكتب اسمي على قرابينهم. والمعروف أن الأهالي الذين رأوا العائلة المقدسة وكانوا يضرعون إلى الطفل الإلهي وأمه القديسة لنيل البركة، والذين شاهدوا المعجزات الكثيرة التي أجراها الرب، ظلوا يوقرون المكان ويترددون عليه، وعاشت أحداثه في ذاكرتهم، ولذلك بنيت الكنيسة في هذا المكان. في منطقة الدير المحرق تلقت العائلة المقدسة الأمر بالعودة إلى فلسطين. تجمع كل المصادر الكنسية والتاريخية على أن دير المحرق هو آخر رقعة في صعيد مصر بلغتها العائلة المقدسة في رحلتها التاريخية المباركة من الشمال إلى الجنوب، وأنه في المكان الذي أقامت فيه العائلة المقدسة وتحول إلى هيكل كنيسة العذراء الأثرية رأى يوسف النجار الحلم الذي أعلمه فيه رئيس الملائكة غبريال أو جبرائيل بموت هيرودس الذي كان يبتغي نفس الصبي ليهلكه، ثم أمره بأن يأخذ الصبي وأمه ويعود إلى فلسطين. المدة التي أقامتها العائلة المقدسة بقسطام اختلف المؤرخون في تقدير المدة التي أقامتها العائلة المقدسة في مصر، فقدرها بعضهم بسنة وقدرها بعضهم بسنتين وغيرهم ب3 سنوات وآخرون ب4 سنوات، بل وذهب بعضهم إلى تقديرها ب7 سنوات. والواضح من الإنجيل المقدس ومن المصادر الكنسية الأخرى أن العائلة المقدسة هربت إلى مصر بعد زيارة المجوس للرب يسوع وتقديم هداياهم له، وأنها تلقت الأمر بالعودة إلى بلاد فلسطين بعد موت هيرودس الملك. وفي اعتقادنا أن المدة تزيد قليلا على 3 سنوات ونصف سنة، وقد تبلغ نحو 4 سنوات. ذلك أن بعض مصادرنا الكنسية تنص على أن إقامة العائلة المقدسة في مصر إلى أن تلقت الأمر بالعودة إلى فلسطين استغرقت أكثر من 3 سنوات ونصف أو 3 سنوات و7 أشهر، ولا بد أن استغرقت رحلتها 9 شهور أخرى منذ أن غادرت جبل قسطام حتى وصلت إلى فلسطين في الطريق العكسي الذي سلكته من فلسطين إلى قسطام.
أما المدة التي أقامتها العائلة المقدسة في جبل قسطام حيث يقوم الآن دير المحرق، فقد قالت مصادرنا الكنسية أنها 6 أشهر و10 أيام، وذكرت بعض المصادر الشهور وأغفلت الأيام. كنيسة السيدة العذراء الأثرية بدير المحرق توجد الآن في الجهة الغربية من الدير، وهيكلها هو نفس الغرفة أو المغارة التي سكنتها العائلة المقدسة وأقامت فيها 6 أشهر و10 أيام، على ما يروي تقريرنا القدسي وكتب الكنيسة وميامر الآباء، وخصوصا ميمر البابا تيوفيلوس 23 من بابوات الإسكندرية، الذي روى فيه ذات الرؤيا التي رآها في ليلة اليوم السادس من آطور، وكان قد صلى صلاة طويلة لله مستعينا بشفاعة النور مريم، فظهرت له العذراء القديسة استجابة لصلواته، وذكرت له أنباء الرحلة المباركة التي قامت بها العائلة المقدسة من بلاد فلسطين، وطلبت إليه أن يسجل ما رأى وما قالت، فامتثل لطلبها وكتب هذه الرؤيا، فأصبح كتاب البابا تيوفيلوس أهم وثيقة يعتمد عليها في أخبار رحلة العائلة المقدسة إلى جانب مصادرنا الكنسية الأخرى. وتتمتع هذه الكنيسة بميزة أخرى فريدة، هي الكنيسة الوحيدة في مصر بل في العالم كله التي قيل إن المخلص دشنها بنفسه، ورش في أركانها الماء المبارك بيديه الطاهرتين، وكان رئيس الملائكة ميخائيل وغبريال يحملان الوعاء الذي يحتوي الماء الذي قدسه الرب بذاته، وكلما سكب الماء كان له المجد يقول: اليدان اللتان خلقتا آدم ونسله وسمرتا على خشبة الصليب تقدسان وتباركان هذا البيت العظيم. وكما تقول سيدتنا العذراء مريم في حديثها إلى البابا تيوفيلوس إن هذا التدشين تم بعد قيامة الرب من بين الأموات، وأنه ظهر لأمه العذراء وبعض رسله الأطهار ومعهم مريم المجدلية وسالومي، حيث كانوا مجتمعين في بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس الرسول وأحد الإنجيليين الأربعة، وكانوا يتذاكرون معا أحداث الصلب والقيامة واضطهاد اليهود القائم وقتئذ للعذراء مريم وللرسل الأطهار. فظهر لهم رب المجد بنور عظيم، وعلى يمينه الملاك ميخائيل وعلى يساره الملاك جبريال أو جبرائيل، وقال: السلام لكم. فسجدوا له، ووجه الحديث إلى مريم أمه، وأراد أن يعزيها عما أصابها من متاعب تحملتها من أجله، فأنبأها أنه إكراما لها فيمضي بنفسه ليدشن بيديه البرية الخاربة، برية قسطام التي عاش فيها معه فترة من الزمن، ويقدس البيعة التي تحمل اسمها كل الأيام. ثم حملتهم جميعا سحابة نورانية أوصلتهم إلى جبل قسطام، حيث الغرفة الطاهرة التي أقامت فيها العائلة المقدسة، فدشنها في الساعة 3 من نهار اليوم الموافق 6 من آطور، وأقام مذبحها وكل آنيته، وأمر الرسل أن يرفعوا ذبيحة القداس، وكان هو أول قداس يقام في هذه الكنيسة. ويمضي ميمر البابا تيوفيلوس فيروي على لسان العذراء أن بعض الرسل الذين كانوا رقدوا وبعض القديسين حضروا بأمر الرب وبسلطان لاهوته، فباركهم السيد بماء التدشين وناولهم أيضا بيديه من الأسرار المقدسة. وجاء في السنكسار القبطي تحت اليوم 6 من آطور، وفيه أيضا تكريس كنيسة السيدة العذراء بالدير المحرر بجبل قسطام، وقد بارك هذه الكنيسة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح بحلوله فيها مع تلاميذه وقت تكريسها، كما شهد بذلك القديسان تيموثاوس وكيرلس بطريرك الإسكندرية، صلاتهما تكون معنا آمين. وجاء في كتاب الدفمار تحت اليوم 6 من آطور صرح بلحن واضح يقول: اجتماع الرسل مع المخلص بجبل قسطام وتقديسه
فلنسبح الرب الإله بخوف ورعدة ونمجده بمسرة من أجل رحمته الجزيلة لنا لما اجتمع في هذا اليوم وهو السادس من شهر هاتور مع والدته العذراء ورسله الأطهار في جبل قسطام الذي التجأ إليه من وجه هيرودس المارق، وقدس هيكل ذلك البيت قبل جميع الكنائس الكائنة في المسكونة، وقدسه هو البيت بيده الإلهية العالية. وقال أبو المكارم في كتابه تاريخ كنائس مصر أبي رصاف المنسوب خطأ إلى أبي صالح الأرمزي، وفي البيعة بيعة السيدة العذراء الطاهرة بنت مريم بالمحرقة مذبح واحد، وكان تجهيزه بحلول سيدنا المسيح فيه والتلاميذ الكبار في السحابة على ما شهد به ميمر فيلاتاوس البطريرك وهو الثالث والعشرين بالعدد. وعلى مثال تكريس كنيسة العذراء الأثرية بالدير المحرق صار يجري فقط التكريس والتدشين لكل المذابح والكنائس الأخرى من حيث القراءات والصلوات وتبريك الماء الذي يرش في أركان الكنيسة وحوائطها، وبذلك يكون تدشين كنيسة العذراء بالدير المحرق هو أول تدشين من نوعه في العهد الجديد، وصار بعد ذلك نموذجا يحتذى وتقليلا وضع المسيح أساسه. المسيح يريد الكنيسة كما هي. عندما جاء البابا ثيوفيلوس إلى جبل قسطام قادما من أسوان ومعه 10 أساقفة، وكان ذلك نحو سنة 380 ميلادية، رأى أن الكنيسة صغيرة وتعجب من بساطتها على الرغم من شهرتها وبركتها، فرغب في أن يبني بيعة عظيمة تليق بجلال الرب وقداسة المكان، وأعلن عن هذه الرغبة في صلاته التي رفعها في المقصورة العليا التي ظهر فيها والدة الإله. ولقد عرفته القديسة مريم أن إرادة ابنها الوحيد أن تبقى الكنيسة كما هي في صغرها وضآلتها، شهادة لكل الأجيال والظهور الآتية على اتباع الرب وقبوله وهو ملك الملوك، أن يكون مثل هذا المكان الحقير والصغير ملجأ له ومسكنا ومقر إقامة. وفعلا صار، فقد رضخ البابا ثيوفيلوس للأمر ولم يحدث تغييرا أو تعديلا في حجم الكنيسة، وهكذا بقيت الكنيسة إلى اليوم في حجمها الأول. ومما يذكره بعض الشيوخ من رهبان الدير الذين لا يزالون أحياء أن أحد رؤساء الدير في القرن العشرين رأى أن مذبح الكنيسة صغير جدا عن أن يتسع للذبيحة المقدسة وأوانيها، فرغب في إزالة المذبح ليقيم مذبحا آخر أكبر حجما. فالراهب الذي تناول الفأس إطاعة لأمر الرئيس شلت يده عندما ضرب أول ضربة، فصرخ وامتنع عن مواصلة العمل، ولم تعد يده إلى الحركة إلا بعد أن استرحم الرهبان ودهنوا يده بالزيت المقدس. فكانت هذه المعجزة عبرة وعظة، فلم يقدم أحد بعد ذلك على إحداث تغيير في المكان، واكتفى أحد الرؤساء في عهد التالي بتثبيت لوحة رخامية مناسبة على أعلى المذبح من فوق، فصار سطحه كافيا للذبيحة ولكل آلياتها ومتعلقاتها. ولا يزال أثر الفأس واضحا في جانب المذبح الأيسر. والمعروف أن مذبح الكنيسة هو بعينه حجر المغارة التي سكنتها العائلة المقدسة، وأن الرب يسوع جلس عليه فصار مقدسا. كنيسة السيدة العذراء الأثرية. المعروف أن كنيسة العذراء الأثرية بدير المحرق أقدم جدا من الدير، ترجع الكنيسة إلى القرن الأول للميلاد. يقول أبو المكارم إن هذه الكنيسة أول بيعة أنشئت بالوجه القبلي، لكن تقليدنا القبطي يروي أنها أول كنيسة أقيمت في مصر كلها. فإن حديث مخلصنا إلى السيدة العذراء أمه بخصوص هذه الكنيسة كما روته العذراء في الرؤيا إلى البابا ثيوفيلوس يبين أن هذه الكنيسة هي أول كنيسة بنيت على وجه الأرض، وأول بيعة أدرسها المسيح في كل المسؤولات، إذ يقول: فها أنا أمضي لتكليفها بيدي قبل تكليف أي كنيسة باسمي على الأرض. والمتأملون في وضع مذبح كنيسة العذراء بالدير المحرق يجدون أنه حقا في وسط أرض مصر، وعليه ينطبق حرفيا وليس معنويا فقط
قول الله على لسان النبي إشعياء: في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر. فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر، فيعرف الرب في مصر، ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم، ويقدمون ذبيحة وتقدمة، وينذرون للرب نذورا ويوفون بها. فمذبح كنيسة العذراء بالدير المحرم هو في منتصف المسافة من شمال مصر إلى جنوبها، وهو علامة وشهادة لرب الجنود في مصر. فالناس يأتون إليه للبركة من مختلف بلاد العالم، وعليه تقدم الذبيحة الإلهية والتقدمة الطاهرة يوميا بغير انقطاع، والناس من كل حد وصوب يأتون إليه بنذورين. ولست أعتقد أن هناك مكانا آخر في بلادنا وغير بلادنا يأتي إليه الناس على اختلاف عقائدهم ودياناتهم، ويقدمون فيه نذورهم وقرابينهم بهذه الصورة التي لا نظير لها كما يحدث في دير المحرم. الذبيحة لا تنقطع من فوق مذبحه. ويروي بعض شيوخ الدين أن واحدا من قديس الدين وقد وصل إلى درجة السياحة في الرهبنة سأل الرب مرة وهو يصلي مع الصباح عن سر إقامة الذبيحة يوميا في كنيسة العذراء الأثرية، فسمع صوتا يقول: إن الذبيحة لا تنقطع من فوق مذبحه. ومهما يكن من أمر فالحاصل أن القداس الإلهي يقام يوميا في هذه الكنيسة، حتى لو أقيم أيضا في إحدى كنائس الدير الأخرى بأي مناسبة، فيما عدا أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والجمعة في الأسبوع الآلاف، وهي الأيام الأربعة التي لا يجوز إقامة القداس فيها حسب طقس كنيستنا الأرثوذكسية المقدسة. ويصر الآباء الرهبان على أن يصلى القداس كله لهذه الكنيسة بالذات باللغة القبطية، احتراما بحروب الآباء السابقين الذين منعوا أن يتلى القداس في هذه الكنيسة بغير اللغة القبطية. بركة ربنا يسوع المسيح والعذراء الطاهرة مريم فلتشمل رهبان هذا الدير وزواره والقائمين عليه، وليعوض الرب كل من له تعب في خدمة هذا الصرح المقدس، ولإلهنا المجد والإكرام إلى الأبد آمين.